يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ مع بعض فيديو من الفيديوهات التعليمية، الفيديوهات اللي هي بنتعب يوم لكن اوعدكم ان شاء الله ان احنا بنرتاح السنة كلها. وطول ما الحاجة عندنا في البيت، دايما بقول ان طول ما الحاجة عندنا في البيت كل حاجة بتبقى سهلة بعد كده. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده فيديو من الفيديوهات الهامه جدا، ومن الفيديوهات اللي انا ما بحبش تبقى في وسط روتين. طبعا انتوا عارفين الفيديوهات ديت، انا النوع ده من الفيديوهات ما بحبهاش تبقى في وسط روتين. اولا علشان تعرفي ان انت توصلي لها بسهوله جدا. ثانيا الموضوع بيبقى ايه، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، ما يتوهش في وسط الفيديوهات بتاعت الروتين. لما تحبي تطلعيه يبقى حاجه كده زي ما بيقولوا كده ايه، ملف خاص كده بيه، تعرفي ان انت ترجعي له في اي وقت. هتكتبي كده تخزين التوم او تفريز التوم بطريقه داليا الرفاعي، هيظهر لك الفيديو ده. انا عملته معاكم ان شاء الله، وعملته قبل كده من سنه، وعملته قبل كده من سنتين، نفس الطريقه ما بغيرهاش. على مدار السنين ما بغيرهاش، والحمد لله بيطلع معايا ناجح، لا بيصفر ولا بيخضر ولا بيبوظ، الحمد لله. اتبعي بقى الطريقه دي، والطريقه دي عايزه اقولك عليها من اول الفيديو كده، ما تجريش ولا فتفوته، لان كل لحظه وكل ثانيه فيها اقول لكم عليها بتبقى بمعلومات مفيده جدا. اتبعي الخطوات خطوه بخطوه، علشان لا يبوظ معاكي ولا يصفر ولا يخضر ولا يجيب ميه معاكي ولا الكلام ده خالص، ولا كمان يجيب امراض معاكي. لان انا سمعت ان هو طريقه تفريزه او تخزينه الغلط ممكن تجيب لا قدر الله امراض مش كويسه. طبعا احنا بنفرزه بطريقه كويسه جدا، لكن لما تيجي بقى تخزنيه بيبقى الطريقه غلط. فانا هقول لك ازاي تخزنيه وازاي تفرزيه وازاي كمان تستخدميه وهو متفرز. كل حاجه هقولها لك ان شاء الله في الفيديو ده. اول حاجه زي ما شفتوا كده في اول الفيديو، انا بجيب طبعا انا جايبه لكم كده كام واحده في الاول. طبعا انا مش هعمل معاكم الكميه كلها، انا هعمل الكميه كلها ورا الكاميرا، لكن انا بوريكم الطريقه بس. انا التوم اللي زي دوت، التوم انا بجيبه اخضر يا بنات. خلاص. التوم ما بيتغسلش، التوم الاخضر اللي انتوا شايفينه ده ما بيتغسلش، ما بيبقاش فيه نقطه ميه بتتجاب عليه. اول حاجه بعملها ايه، بقوم جايبه الروز بتاعته زي ما انتوا شايفين كده، وبقطعها زي ما انتوا شايفين كده اهو. زي ما انتوا شايفين، طبعا انا بقطعها لفصوص ليه؟ لسبب مهم جدا، ان بيبقى الثوم الاخضر اللي انتوا شايفينه ده من جوه بيبقى يعني فيه زي ايه، حته خشبه كده. لو انت ما قسمتيش الثوم على 4/4 وطلعتي الخشبه دي، لما تيجي تحطيها في المفرمه بتاعتك، او لما تيجي تحطيها في الكبه بتاعتك، هتكسر لك السلاح بتاع الكبه. فمهم جدا جدا ان انت ما تشيليش الراس بتاعته بس، لا انت تقسميها ل4/4 وتطلعي حته الخشبه اللي موجوده في قلب التوميه. خلاص كده. طيب دي ما بتكونش موجوده لما بينشف، يعني دي لما بتكونش موجوده لما بينشف، لكن طول ما هو اخضر دي بتبقى موجوده. طيب بعد كده بيبقى فيه زي قشره بيضه من بره، دي انا بشيلها خالص برميها. القشره اللي تحتيها انا بجمعها عشان اعملها لحاجه معينه. خلاص كده. بعد كده هتبتدي تحطي 5 قراريط كده، او هنقول بايديكي بعد الراس، اللي هي زي ما انتوا شفتوا كده، اللي هو العرش الاخضر. العرش الاخضر ده يا بنات انا برضو بستخدمه، يعني ما برميش. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما ارميش اي حاجه، ما برميش غير القطعه الاخيره اللي بتبقى في الثوم. خلاص. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، ده بيبقى الورق اللي هو الابيض. الورق الابيض ده بيبقى ليه استخدام. هتشوفوا دلوقتي اهو، الورق الابيض ده بيبقى ليه استخدام. الراس لوحدها بيبقى ليها استخدام. العرش الاخضر ده بيبقى ليه استخدام. كل حاجه من دول بيبقى ليها استخدام غير التاني. هوريكم دلوقتي خطوه بخطوه انا بعمل ايه. اهو ده اهو الاخضر ده اهو. بصوا ده الورق الابيض اللي هو بيبقى تحت الورق الابيض اللي هو بيبقى من بره. الورق الابيض اللي من بره ده انا برميه خالص، زي ما قلت لكم بيترمي خالص. الورقه بقى اللي هي تحتيه، دي بقى الورق اللي تحتيه، وده العرش الاخضر زي ما انتوا شايفين كده. انا باخد، هنقول هتحطي ايديكي كده مثلا 5 قراريط كده مثلا، بايديكي، وتقومي معلمه بالمقص وتقومي عامله. انا بالنسبه لي دي احسن طريقه لتخزين وتفريز الثوم، ما بغيرهاش من السنه للسنه. بصوا بقى، انا هنا عملت اهو، خلصت كميه الثوم اللي عندي. طبعا انا مش هقدر اقول لكم كل واحده فيكو بتستخدم كميه ثوم قد ايه. انا بالنسبه لي ممكن 10، في ناس تانية 20، في ناس تانية 30، في ناس تانية 5، في ناس تانية 4. فكميه الثوم انا ما بقدرش اتكلم عليها، لان كل اسره ليها نظام في استخدام الحاجه وكميه الحاجه غير الاسره اللي التانية، يعني فاهمين.
فكل واحده انا يعني انا هنا ما بتكلمش على الكميات، انا هنا بستخدم الكيفيه، او انت تستخدمي الحاجه ازاي او تفرزيها ازاي. اول حاجه بعملها وهي الروس اللي انتوا شايفينها دي، طبعا انا بقسمها 4/4 وببتدي احطها في الكبه. طب بتستخدمي ايه بقى للحفظ؟ بصوا الحاجه دي ما تراجعوش ورايا، لان الحاجات دي بقالها سنين انا بستخدمها. كوبايه من الخل، بستخدم زيت، بستخدم سكر، وبستخدم ملح. سكر وملح، كل الحاجات دي يا جماعه حاجات حفظ. كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي حاجات حفظ. طيب مقدار السكر ايه، ومقدار الخل ايه، ومقدار الزيت ايه؟ بصوا على الكبه الحبه الصغيرين اللي انتوا شايفينهم دول هستخدم معلقتين من الملح ومعلقه واحده من السكر. يعني دايما السكر بيبقى نص مقدار الملح. طب استخدمتي 5 معالق ملح يبقى 2.5 سكر، استخدمتي 3 سكر، فاهمين؟ وبستخدم معلقه او معلقتين زيت ومعلقه او معلقتين من الخل. معلقه ومعلقتين زيت وخل، ده على حسب الكميه اللي انت حطاها في قلب الكبه. بيطلع معاكي زي ما انتم شايفين كده. بصوا الابيض الشاهق، بصوا عاملين ازاي، بصوا يعني بصوا التوم لونه ابيض شاهي ازاي. طيب عوامل الحفظ، انا حاطه سكر يا بنات، السكر على فكره عامل من عوامل الحفظ. حاطه ملح، حاطه زيت، وحاطه خل، كل الاربعه دول عوامل من عوامل الحفظ. خلاص احنا لسه ما جيناش للتفريز ولا لسه جينا لكيفيه الاستخدام، لا احنا لسه بنحفظ دلوقتي الايه التوم، يعني هنجمعه كله ونحفظه. لسه ما جيناش للخطوات اللي بعد كده. هبدأ بعد كده اعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. خلاص انت بقى عايزه تحفظيه، احنا لسه بقى قلت لكم لسه ما جيناش للتفريز. انت بقى عايزه تحفظيه في اكياس احفظيه، في علب بلاستيك احفظيها، في برطمانات ازاز احفظيها. انا بالنسبه لي بحب احفظها في الاكياس ده او من النوع ده من الاكياس لسببين. اولا الاكياس ما بتاخدش معايا مكان في الفريزر خالص. تاني حاجه انا جربت الاكياس دي وجربت اكياس التلاجة يا بنات. اكياس التلاجة اللي هي كيس السندوتشات زي ما بيقولوا، برضو مع الاستخدام الكتير عايزه اقول لكم ان هي برضو بتطلع زي ريحه كده. يعني انت لو استخدمتي الاكياس بتاعت التلاجة او اكياس السندوتشات، لازم بعد الكيس كله بعد ما بتخلصي كميه بتحطي الكيس في علبه في الفريزر، لان مع مرور الشهور برضو بيطلع ريحه. انما النوع ده يا بنات من الاكياس ما بيطلعش لا ريحه ولا بيطلع اي نكهه ولا بيطلع اي حاجه خالص في الفريزر. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا هعمل بقى الكميه كلها اللي عندي. خدوا بالكم ده الروز بس. طبعا انا بقفله بالقفله اللي انتوا شايفينها دي. عملت بقى الكميه كلها ما شاء الله الله اكبر. بصوا اللون بتاعه خطير، اللون ده بيفضل معايا لحد اخر يوم في السنه. كان نفسي قوي اوريكم التوم اللي انا كنت عاملاه من السنه اللي فاتت. هو ما تفرقيش ده عن الكيس اللي فات قبل كده، ما تفرقيهوش. انا بحب اضربه ضرب خشن، ما بحبش اضربه ضرب ناعم. انت عايز تضربيه ضرب ناعم اضربيه، لكن انا بالنسبه لي بحس ان التوم يعني انا بحب ان التوم يبقى ليه حيثيه او ليه شكل في الطبيخ، او ليه شكل او ليه حجم في الطبيخ اللي انا بعمله. انا لو عملته عجنته زي ما بيقولوا كده وبعد كده حطيته في الحله علشان يستوي مع الاكل اللي انا بعمله، عقبال ما يستوي الاكل هيكون هو داب ومالوش اي ملامح. انما لا، انا بحب اعمله ضرب خشن زي ما بيقولوا كده، ضرب خشن اللي هو المفرمه اللي هي مره واحده. هنا بقى خلاص انا كده خلصت الكميه كلها بتاعتي اللي هي في الاكياس. خلاص نيجي بقى للجزء التاني، وهو الجزء اللي هو بتاع العروش زي ما بيقولوا. طبعا انا ما بستخدمش، انا بستخدم اللي هم اول 5 او اول 6 قراريط من الراس، فاهمين؟ يعني الجزء اللي فوق الاخضر اللي فوق ده برضو بقطعه زي ما انتوا شايفين، وبرضو بيبقى فيه زي خشبة كده في النص. برضو لو هتلاحظوا في اول الفيديو انا قطعته، يعني طولت كده يعني قطعته كده بالطول بالمقص علشان اطلع الايه العنقود اللي هو الخشبي ده، لان ده لو قعد زي ما انتوا شايفين كده وحطيته في قلب الكبة ممكن يكسر لي السلاح. طيب ده بقى بتستخدميه في ايه بقى؟ ده انا بستخدمه في جميع التتبيلات اللي خلقها ربنا. تتبيلات الكبده، تتبيلات اي حاجه عايزه تتبليها فيها توم، تتبيلات السمك بانواع السمك كله. طيب بيجرى له ايه؟ انا بحط معاه كانك بتتبلي عادي جدا، بحط معاه فلفل حامي احمر اخضر اللي انت عايزاه. انا بحط هنا اخضر حامي وبارد. بحط كمون، كزبره ناشفه، بحط ملح، بحط ليمون، بحط خل. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، وبضرب بقى ضرب مبرح. خل كمان بحط معاه نقطتين زيت
علشان يلين لي الخل والزيت في قلب الموضوع ده، في قلب الكبه، بتلين لي العروش دي، بتخليها تتضرب. وعايزه اقول لكم ان انا ضربتها ضرب. عايزه اقول لكم ان طبعا انا الكبه معايا سخنت، لان انا طبعا كنت ضربه قبل كده، فكنت بضرب واريح الكبه شويه، اضرب واريح الكبه شويه. بصوا بقى لحد ما تطلع معايا، بصوا كريمي خالص. وللامانه انا زي ما قلت لكم في الاول خالص ان انا ضربت الروس ضربه واحده خشنه، انا هنا ضربتها مرتين. يعني ضربتها زي ما بيقولوا كده، عارفين انتوا لما تضربوا الحاجه وشين، اهو انا بقى ضربت دي وشين، فاهمين؟ يعني ضربت الكميه كلها وحطيتها في طبق، ورجعت تاني حطيتها كلها في الكبه تاني وضربتها تاني عشان تطلع بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، القوام بتاعها حلو جدا جدا. انا بقى بستخدمها في جميع التتبيلات زي ما قلت لكم اللي انا بستخدمها في الحياة. بتكفيني معايا بسم الله ما شاء الله، الكمية كلها دي بتكفيني معايا، ممكن هقولك 6 7 8 شهور. نفس الكلام، عايزة تحفظيها في بطرمانات ازاز، عايزة تحفظيها في علب تلاجة، في اكياس، زي ما انت عايزة، وبطلعها على قد الاستخدام. بس دي بقى حلوة في ايه بقى؟ ان فيها خل، فيها يعني دي ممكن تتحط في التلاجة لمدة شهرين 3، ما بيجرالهاش اي حاجة. كل الحكاية ان انت بتستخدمي معاها معلقة نظيفة، كأنك مثلا بتتعاملي معاها كأنها مثلا سمنة بلدي. عارفين انتوا السمنة البلدي لما بتطلعوا من البطرمان بمعلقة نظيفة ناشفة؟ نفس الكلام كده، بطلع بمعلقه نظيفه ناشفه، بطلع منها واطلع وارجع للتلاجة تاني، ما بيجرالهاش اي حاجه، لان فيها عوامل. اولا فيها ليمون، فيها خل، ملح، فيها ايه تاني، ملح، خل، ليمون. الحاجات دي كلها يا بنات من عوامل الحفظ، وفيها ملح. العوامل دي كلها من عوامل الحفظ، ما بيجرالهاش اي حاجه، ممكن تقعد بالشهرين والثلاثه وعلى ضمانتي ما بيجرالهاش اي حاجه خالص. نيجي بقى للطب معانا، وهو زي ما انتوا شفتوا كده الورقه البيضه اللي انتوا شايفينها دي انا بستخدم منها ايه بقى؟ دي انا بعمل منها التوم البودر. ده يا بنات التوم البودر بتاع السنه اللي فاتت، بصوا ما جرالوش اي حاجه على فكره. انا ولا شايلاه في التلاجة عشان ما يسويش، انا الحمد لله انا بشيل التوم البودر في بره التلاجة وما بيسوسش ولا بيجراله اي حاجه. اتبعوا بقى معايا الطريقه دي وهقول لكم ازاي ما يسوسش معاكي ولا يكتل زي اللي ما بنجيبه كده من عند العطار. بصوا يا بنات، اللي عند العطار زي ما انت شايفاه كده، الورق اللي انت شايفاه ده هو بيسيبه 3 4 5 ايام ينشف معاكي خلاص. زي ما لو انتوا هتشوفوا القرمشه اللي هي موجوده دي، ينشف معاكي خالص. انا معايا لا انا بحطه، بحب احطه في الفرن زي ما انتوا شايفين كده، سامعين القرمشه؟ انا احب احطه في الفرن. الحركه دي بتمنع معاكي التكتلات، رقم 1. رقم 2، بتمنع معايا ان انا يسوس معاكي خلاص. طيب بتحطيه ازاي في الفرن؟ ليكي طريقتين، يا اما انت تولعي النار هاديه خالص وكل شويه تقلبي عليه، بس ده بيغمق. لا انا المره دي عملت حركه حلوه قوي عشان يطلع معايا فاتح. انا ولعت الفرن لمده ربع ساعه على اعلى درجه، وبعد كده قفلته خلاص. قفلتيه؟ قفلته. بعد كده حطيت معايا التوم، وبعد كده طبعا خلاص هو يعني انا عايزه الحراره بس بتاعه الفرن. ببتدي كل 5 دقايق اقلبه والنار مقفوله، بس انا يعني انا ايه، مستفيده بالايه، بالحراره بتاعه الفرن. بيفضل بقى معايا 5 6 7 ساعات كده عقبال ما بيبتدي يبرد. خدوا بالكم ان احنا كمان في ايام حر، فالفرن ما بيهداش غير بعد فتره كبيره. بعد كده بسيبه خالص لحد ما يبرد خالص، الورق ده يبرد خالص. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده ببتدي اضربه في مطحنة التوابل، مش في الكبة، لا ببتدي اضربه في مطحنة التوابل. وبعد كده بضربه بقى ضرب جامد. انا بالنسبه لي ما يعني لما بطحنه ما بنخلوش، لان انا عاملاه في البيت فانا ضامنه النظافه بتاعته. امتى تنخلي الحاجه؟ لما تكون جايلك من بره فيها شوائب. انما طول ما انت عاملاها في البيت خلاص انت ضامنه نظافتها وضامنه نجاحها بنسبه 100%، فخلاص هي كده هتنخليها ليه؟ بالعكس. تاني حاجة ان انا ما بستخدمش اللي انا عاملاه في البيت ده غير ربع معلقة، لانه بيبقى مركز غير اللي بتبقي جايباه من عند العطار. انا بقالي سنين بعمل التوم بالطريقة دي، عمري ما بجيب لا توم بودر من بره، ولا عمري بجيب تتبيلات من بره للتوم فيها توم، ولا عمري اشتري توم من بره ابدا طول السنة. بتعب يوم لكن برتاح طول السنة. طيب طريقه بقى، انت قلت لنا كده طريقه التخزين، طيب طريقه التفريز بقى هقول لكم يا بنات. كل الحاجات دي هتتشال في الفريزر طبعا ما عدا الثوم البودر. كل الحاجات دي هتتشال في الفريزر، تتشال في الفريزر. طب والاستخدام بيبقى ايه؟ بطلع البطرمان ازواء التتبيله بطلع البطرمان احطه في التلاجة وافضل استخدمه لحد ما يخلص. مش هيجرى له حاجه، لا مش هيجرى له حاجه. طب بالنسبه بقى للثوم بتاعنا الابيض العادي، الكيس اللي انتوا شايفينه ده بطلعه مره واحده بس.
ما بفضلش اطلع وادخل كل شويه، لا بطلعه من الفريزر مره واحده بس، اقوم حطاه في علبه تلاجة او في بطرمان ازاز، وابتدي استخدم منه الشهر او الاتنين بتوعي. ما بيجرالهوش حاجه لا خالص. مادام طلعتي التوم من الفريزر ما بترجعيهوش تاني. امتى التوم يجيب معاكي ميه ويخضر ويصفر ويغير قوامه ويغير لونه؟ لما تفضلي كل شويه تطلعي وتدخلي تطلعي وتدخلي فيه. انما انت طلعتيه مره واحده، حطيتيه في علبه التلاجة، ابتديتي تستخدميه الشهر بتاعك، خلاص كده ما بيجرالوش اي حاجه. يا رب اكون قدرت ان انا اوصل لكم المعلومه صح. لحد هنا بقى ويكون الفيديو معايا خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو.